بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير. جايين من عند الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه زي العسل وحاجه جميله جدا. وطبعا ده كله باهتمامنا بالفرخ، وان احنا ما نحاولش نسيب اي مشكله مع الفرخ بالنسبه للتنفس، بالنسبه الاسهالات، بالنسبه لاي حاجه انت بتعالجيها اول باول. واحنا طبعا ما بنديش اعشاب، ما بنديش الا اعشاب، ما بنديش ادويه. فطبعا كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي وقايه للفرخ، ان احنا ما نستناش الفرخ لما يجيله الامراض. طبعا احنا بنربي حاجه لبيتنا، مش بنربي حاجه للبيع. احنا طبعا جايبين الفرخ ده الرص طبعا ما بيحاولش الا بعد 30 يوم. فانت ممكن ل 30 يوم تلاقي الفرخ يعني ممكن 2 كيلو. بعد ال 30 يوم ما يدي معاكي كل يوم بتاع ربع كيلو. فانت طبعا لما هتربي حاجه لبيتك طالما مش هتبيعيها، طبعا اللي بيبيع على 20 على 30 يوم 2 كيلو 2 كيلو وربع بيبيع. فاحنا طبعا عشان بنأكل بدايل برضو، ان احنا طبعا مش عايزين ان احنا حاجات التقليديه اللي هي زي اكننا يعني هنبيع الحاجه مزرعه او كده. بندي علف صافي، لا احنا بندي الحاجه اللي تخلينا الفرخ معانا طعم ولحم في نفس الوقت. فطبعا انت طبعا بتربي لبيتك 10 20، مش هتبقى فيه اي مشكله بالنسبه لك لو قعدت الفرخه معاكي بالبدايل بدل 30 وقعدت معاكي 35 مع البدايل، هتديكي طعم حلو وفي نفس الوقت هتديكي وزن برضو. وحتى لو اقل وزن ربع كيلو عن العلف الصافي، فانت البدايل برضو كنز بالنسبه لك، عشان طبعا حاجه طبيعيه. وطبعا العلف بيملى الجسم ميه، يعني العلف مش حلو، يعني هو بينفخ بس ممكن ينفخ ميه. احنا طبعا بنديه في الايام الاولانيه عشان ايه؟ ناسس الفرخ ونخلي الفرخ طبعا يبني هيكل عظمي تمام. فاحنا كده بقى بنحاول ان احنا نملى الهيكل العظمي ده باللي احنا عايزينه بقى. ومع البدائل تاكدي ان عن تجربه ان جايبه نتيجه معانا، يعني مش كلامه بس. والناس طبعا اللي ربت وجربت عارفه الكلام ده. طبعا الناس الجديده اللي لسه طبعا ما تعرفش تجرب وهتعرف. احنا طبعا ما بنمنعش العلف يا جماعه. احنا ده نص كميه النص ده كيلو علف ماشي. انا ده طبعا دي بواقي، كان فينو وناشف وانا فركته طبعا، عامل زي شايفين عامل زي البودره كده، فهم مش هيعرفوا ياكلوه. فاحنا بننزله كده ايه على العلف. بس طبعا مش هنسيبه كده، هنحاول ايه نظبطه يعني معانا علشان ما تلميه معاكي بحبه حاجات بسيطه جدا. حاجات بسيطه جدا هتلمي بيها ايه العلف. طبعا الحاجات اللي احنا جايبينها البدائل اللي هي موجوده دلوقتي ورخيصه جدا. البطاطا يا جماعه، البطاطا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. يعني انا حطيت اهو بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله، يعني بتحبها وبتعشقها اهي. يعني دي بطاطا خالص هي من غير حاجه بيعشقوها. طبعا البطاطا رخيصه، لو هياكلوا منها هتزودهم برضو، بس من غير علف لا، هي مع العلف نص ونص. فهتغير طعم الفرخ، مش هيبقى العلف صافي، هيبقى العلف داخله البدايل اللي احنا قلنا عليها زي البطاطا جميله جدا. طبعا معانا ايه برضو هنا بصلايه، هنا البصلايه. وطبعا ما ننساش برضو حبه العسل، معلقه العسل اهي، معلقه العسل برضو جميل جدا. الحاجات دي يا جماعه ما حدش يستهون بيها. اهو البصلايه وحبه العسل هنحطهم طبعا على الايه، على الخلطه اللي احنا عاملينها. الخلطه اللي احنا عاملينها دي هتحطي برضو عليها حبه البطاطا، يعني حبه زي دول كده. وطبعا ايه مع البصل وكده البطاطا فيها زي نسبه ميه. الميه دي هتشرب لك كل اللي انت ايه اللي هو النعم اللي انت شفتيه ده معاكي. في كمان حاجه معانا تانية، حبه عيش مفروكين اهو، عامل زي العلف اهو. ده عيش بايت، دول رغيفين عيش اهو. فانت كده هتقلبي كل الخلطه دي. طبعا هتشرب كلها ببعضها. البطاطا طريه هتشرب طبعا العلف مع البصل مع العسل. العسل ده يا جماعه منشط كبد. كل دي حاجات جميله جدا. العيش فيه خمير، احنا ممكن تحطي خميره عشان تزودي الوزن، لا حطي العيش ده برده حلو. فخلطه جميله وخلطه بسيطه جدا زي ما انت شايفه اهو، مفيش قولة ايه حاجه مبلوله، شايفه اهو. طبعا العلف نص الكميه والتانيه نص الكميه. طبعا احنا بنوفر
بس اهم حاجه برضو ان انت بتاخدي الطعم. انا الطعم ما تنسيش الطعم، لما تاكلي الحاجه بطاطا هيبقى حاجه مسكره هيبقى عامله ازاي. وطبعا بتبقى حاطه نسبه البطاطا نسبه نشويات فيها اهو. قلبنا كل الخلطه اهي، مفيش قولة حاجه مبلوله اهي. بصوا اهي مفيش مبلوله. العيش طبعا مفروك مش مبلول. ولو مفيش عيش مفروك يبقى عيش ناشف. طبعا حبه الفينو اللي احنا كنا امبارح فاركينهم، البواقي اللي هي الناعمه، اتلمت بحبه البطاطا، اتلمت بحبه البصل، اتلمت بحبه العسل. هنحط طبعا الخلطه دي للفراخ وهنرجع لكم تاني. احنا طبعا نزلنا بالخلطه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه الله اكبر يعني، حاجه زي العسل وحاجه جميله زي ما انت شايفه اهو. الفراخ الله اكبر عليها، يعني انت بتاكلي باقل تكلفه وبتاخدي احلى طعم واحلى وزن، احلى طعم واحلى وزن. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. واللي احنا عملناه ايه يعني، دي بصوا اهي، ده كانت يعني دي كانت بطاطايه، واحنا خدنا ايه يا دوب نصها بس حطيتيه على بقيه الاكل، نصها حطيناه على العلف، حطيناه على حبه العيش. طبعا العيش ده جميل جدا خماير وجميل جدا يعني في زياده الوزن برضو، محدش بيستهون بالعيش. والبطاطا عن تجربه، انا مربيه عليها البط ومربيه عليها كل طيوري، بس طبعا البطاطا بضيف لها العيش، بضيف لها العلف، ما بحطش البطاطا ايه لوحدها. بس اللي ممكن الحاجه الكبيره، الفراخ الكبيره ممكن احط على البطاطا عيش، احط رده. ده ممكن للفراخ، والبط ممكن عادي يعني. لكن الفراخ البيضه بقى الواحد مش بيرضى يعني يغامر ويشيل العلف، عشان طبعا ما يحصلش ايه يخسوا. بس في ناس كتير بتحاول ان هي بعد الشهر بتسحب، او قبل الذبيح بتسحب العلف خالص. بس طبعا العلف لو يسحب بالتدريج، ما يسحبش مره واحده. في ناس يعني بتسحب عشان ايه تحلي طعم الفراخ، تديلهم بقى حاجات بدايل وحاجات عشان تحلي طعمهم. لكن احنا كده من البدايه احنا بندي برضو بنطعم، بنحس ان احنا بنغير برضو الطعم بتاع العلف، ان احنا ما يبقاش فيه الفرخ زفاره ولا اي حاجه. فبسم الله ما شاء الله يعني بتاكلي حاجه زي السكر، وحاجه يعني جميله زي ما انتم شايفين. هم بياكلوا حابين البطاطا جميله، ليها فيها نسبه سكر. الفرخ بيحس بنسبه السكر يعني. احنا لما بنحط العسل طبعا انا بعمل مشروب العسل بالحلبه بالخميره، بيبقوا مش عايزين يسيبوا الميه، لكن ابقى لسه كابه ميه عاديه واحط الميه ام عسل بيبقوا بيسحبوا منها جامد. الفرخ بيحب طعم المسكر، فطبعا البطاطا مسكره. وحتى احنا البطاطا لو حطيتي منها وكلوا منها بكميات ويهدموا يعني هيحولوا، لان طبعا العلف هما بياكل حبتين ثلاثه، العلف حامي ممكن يشرب عليهم ميه، ممكن يربي ميه في جسمه، مش زي البطاطا ومش زي العيش ما بيشربش ميه وبيربي لحم. فانت تاكدي ان انت هتاخدي الفرخه. انا كنت ذابحه الدوره اللي قبل دي بامانه ربنا، كان الفرخه عامل 3 كيلو ونص والله العظيم، وفي كان 4 كيلو و4 ونص. انا كنت ذابحه زي الديك الرومي. فيا رب الدوره دي تكون زيهم. الدوره دي رص طبعا، القب بيحول من اول يوم، الرص بيحول بعد ال 30 يوم. يعني في ناس تبقى طبعا لو هتبيع على 30 يوم وهو بيحول بعد 30 يوم هتبقى خسرانه. يعني ممكن يحول بعد ال 30 يوم كل يوم ربع كيلو، فانت في قبل ال 30 يوم ما بيبقاش تحويله، يعني ما بيبقاش جه تحويله لسه. فانت لو بعتيه على 30 يوم حاجه و30 يوم هتبقي خسرتي، لان انت اسستي الفرخ على حاجه وكبر معاكي. فخلاص بقى انت سيبيه بقى مثلا في 5 ايام او اسبوع هيديكي وزن. يعني في ال5 ايام ممكن يديكي كيلو. الفرخ لو 2 كيلو او 2 كيلو وربع ممكن يديكي في اليوم 200 جرام 250 جرام، عن تجربه. فانت ليه تفرطي في الفرخ تقولي لا اصل شهر واحد بس 35 يوم؟ لا يا ستي، انت لو بتربي لبيتك تستعجليش، انت بتاكلي بدايل مش هتكلفك. انت لو حطيتي نص التكلفه علف ونص التكلفه بدايل، احنا قلنا ايه الفرخ لغايه 20 يوم ما خدش كيلو الا ربع. فانت بعد بقى ال20 يوم بتبتدي تدخلي البدايل. فهتدخلي البدايل عبال ما تيجي، هو دورته المفروض يعني الدوره الطبيعيه علف صافي. الناس اللي بتطلع اغلبيه الدورات على 3 كيلو و3 كيلو ونص و4 كيلو في الشهر. لا انا بقى ممكن انا اكله على البدايل براحتي، انا مش مستعجله. انا ممكن اكله 50 يوم 40 يوم ما ياكلش ال2 كيلو علف معايا، ما ياكلش ال2 كيلو.
مع البدايل. والبدايل رخيصه مش غاليه، يعني انا ايه كيلو بطاطا ب2 جنيه ونص، مش حاجه. برضو بجيب كيلو العيش ب8 جنيه، مش حاجه برضو. وبعدين انا النهارده انا كانوا رغيفين عندي بايتين من اللي هو عيش الطابونه ده، انا فرقتهم، يعني انا ما اشتريت لهم عيش، ما اشتريتش عيش، هم رغيفين فايضين انا عملتهم. زودوا لي الكميه، الرغيفين يجوا ربع كيلو. البطاطا عملت اللي هو النص البطاطايه، ممكن يجي نص كيلو او يجي برضو يعني بتاع نص كيلو. وكيلو علف، بدل ما انا هاكل 2 كيلو فهاكل نص من هنا ونص من هنا، فانا كده اكلت كيلو علف وكيلو البدايل. طبعا البدايل مع العلف هيخلي الطعم احلى، لان انت طبعا ما اديش علف صافي، هيديكي طعم احلى. فانت ليه تستعجلي وليه ان انت تطلعي على شهر؟ شهر بقى هتبيعي وعايزه مثلا تجيبي الدوره تاني، او مش هيبقى الاوزان عندك، الناس هتاخد على، لما صلي على النبي اهو الفرخه اللهم بارك، اللحمه حمرا ازاي وصدره عامل ازاي اللهم بارك، ده رز. انا بقى استعجل ليه؟ يعني انا بعد شهر ولا بعد 35 يوم؟ انا طبعا مربيه 20 فرخه، انا حطاهم هنا عندي تحت السلم اهم، وحاطه هنا الفرن بتاعه الخبيزه اهي، حاطه فيها ايه السلاكه اللي انا بحضن فيها، برده محضنه فيها كتاكيت صغننه بلدي. فانا كده ايه المكان طبعا بنحافظ على المكان طبعا، ان احنا نقول بنحط الجير ما بيخليش روايح اهو، ممكن تشيلي صبح وتشيلي ليل. طبعا رشه التبن خفيفه، فمش مش هتتعبك في شيلها. رشه التبن خفيفه، وبتحط قبل رشه التبن بتحط رشه الجير بيشرب الميه، الجير ما بيخليش روايح، بتربي وانت مرتاحه. طبعا في اي مكان هتربي، في اي حته هتربي، زي ما انتم شايفين كده انا مربينا اهو، احنا كده قدام الشقه مربيه. فبس كده انا طالما بنضف صبح وليل، وجير المطفي بيضيع الريحه، خلاص مفيش مشكله. هتقعديهم 35، هتقعديهم 40، يعني جت على ال5 ايام او جت على 10 ايام تاخدي الوزن اللي انت عايزاه. لا طبعا انا كده ربيت كنت دلوقتي عامل كام؟ 40 جنيه، وبيقولوا 42 جنيه و43 جنيه، فثمنه غالي. طب انا ما هذبحها 2 كيلو على شهر؟ طب وانا شايلها فوق دماغي؟ لا، انا ما انا حطاها في الارض وبتاكل وبتشرب، بنضف لها. مش تعب يعني، اللي هو يعني هتنضفي لها وتعملي لها الاكل، تقعد معاكي بقى زي ما تقعد معاكي 10 فوق ال30، 10 ايام تاني، 20 يوم، 15، تاخدي وزه، تاخدي حاجه وزه، تاخدي ديك رومي. طب انت بدل ما انت معاكي الفرخه اهو، خلاص خليها بقى بدل ما تبقى 2 كيلو خليها 4 كيلو. يعني ممكن في زي ما قلنا بعد بعد ال30 يوم بتديكي 200 جرام في اليوم، وممكن تديكي ربع في اليوم. يعني انت كده 10 ايام ممكن تديكي، شوفي هتديكي قد ايه في 10 ايام، ممكن تديكي كيلو، تديكي كيلو. طب انت افيد يعني انت اولى بالكيلو ده. وكده كده البدائل موجوده زي ما احنا قلنا كده. الناس اللي هتاكل عايزه تاكل زينا هتاكل، والله ما هتندم، وهتاخدي احلى طعم. شايفه الفرخه قاعد، يعني حاطه له العلافه قريبه منه، هو بصي نايم وقاعد بياكل فيها. ليه؟ ان الطعم عاجبه. الطعم زي ما احنا قلنا فيه البطاطا مسكره والعسل، فالفرخ قاعد بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك، بقت فراخ الله اكبر يعني. طبعا احنا كنا وزنين يوم ال20، هنوزن برضو شويه كده، ممكن على يوم ال30 هنوزن ونشوف الاوزان عامله ايه معانا ان شاء الله كده، عشان طبعا نطمن ونشوف طبعا الدوره دي هتكمل معانا على اوزان ان شاء الله، وانتوا معانا. بس هتتابعونا، ما تنسوناش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وان شاء الله هنقدم لكم الجديد والمفيد ان شاء الله اللي يفيدكم، ونربي بقى بارخص باقل تكلفه وبارخص حاجه موجوده، وهناخد نتيجه ان شاء الله مرضيه باذن الله، وهناخد طعم برده حلو، وان شاء الله هناخد اوزان ان شاء الله. اقول لكم هشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.